قال لي بلي عندي مرا مريضه مش عارف شنو دير عمليه اوبليجي، راني خاف تموت لي مش عارف شنو. غاضني دوكا انايا مع العيد كامل كنت خادم انايا، قلت له كاع واش عندي، خلاني يسمى ازيرو. ومن بعد ومن بعد راه الاوروبا، وهذا الانسان لاباس به وعلى كل حال لاباس به. ورحت لولادو قلت لهم بلي وديني نسيروا دراهم وكامل، دوكا راني مخليني ازيرو. بصح حبيت من هذا المنبر نقول له بلي حسبي الله ونعم الوكيل، ماني سامح لك لا دنيا ولا اخره، ودراهمي عند ربي سبحانه نديهم. هو راح للغربه، راح للغربه مازال ما ولاش، وعنده ولادو هنايا ولاباس بهم وعندهم دراهم، و90 مليون تبان لهم كيما 9000 وما حبوش يعطوها لي. بصح حسبي الله ونعم الوكيل دنيا واخره، وعند ربي نديها 90 مليون تاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا غاضني حالك، يعني 90 مليون يعني مبلغ كبير أنه يروح لك بهذه السهولة ويديه لك بهذه الحيلة، لكن كما قلت أنت حسبي الله ونعم الوكيل. الملف تاعك طلع عند الله عز وجل، إن رده لك في هذه الدنيا فقد كفاك، وإن لم يرده فهناك سوق الحسنات والسيئات. فأسأل الله العظيم أن يرد عليك دينك وتعاود تولي لك يعني الابتسامة، لأن شفتوا بأنك مقنوط. الذي جعلني أني يعني ندير هذا الفيديو من كلمتك أنه أولاده لاباس بهم ما حبوش يعطوني دراهمي، و90 مليون تبان لهم شغل مصيرفة. يا أخي أنت مخطئ في هذا، لأنه لا يجب على الولد أن يسدد دين أبيه، ماش واجب عليه. أنت كان دينك مع صاحبك، أما أولاده فاميلته باباه جده لاباس بهم ماشي لاباس بهم، هذا ليس واجبا عليهم أن يسددوا عنه دينهم. هو صاحب الدين، هو المحاسب وهو المطالب. أما بقيته من أولاده باباه فاميلته هذو لا علاقة لهم. إن يعني سددوا دين أبيهم فذلك من البر والإحسان، وإن لم يفعلوا فخصومتك مع الوالد فقط، ولا دخل لأبنائه في القضية أصلا. أما إذا توفي أبوهم يعني وخلى هذا الدين، إن كان ترك مالا يعني واجب عليهم سداد هذا الدين، لأنه سيحترق عليه في القبر. وإن لم يترك مالا فليس أيضا واجبا عليهم أن يسددوا دينه. قلت لك يسدوا الدين تاعه من باب البر والإحسان ليس إلا فقط، لأنه ليس واجبا عليهم. واجبا عليهم إذا ترك هو المال، واجب عليهم أن يسدوا الدين تاع الوالد تاعهم. أما إن لم يترك المال ولا هو في الحياة ليس بواجب عليهم، إذا سدوه هذا من البر والإحسان. ثم عظم الدين هذا أو شأنه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأصحابه شهدوا معه النوازل والحروب والمعارك، فيؤتى بصاحبه فيقال يا رسول الله قد توفي فلان فقم فصلي عليه، فيسألهم، لا يسألهم لا عن صلاته ولا عن بره ولا عن صدقاته، لا يسأل عن هذا، بل يسأل هل كان عليه دين، فإذا قالوا نعم يقول صلوا على أخيكم. أمر عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على صاحبه، أي مش حاجة سهلة. لا يصلي على صاحبه، عنده دين، نعم صلوا على أخيكم، لا أصلي عليه، لأنه هذه حقوق الناس يجب أن ترجع، لأنه ستشتعل عليك نارا في القبر. وحتى المجاهد الذي فدى بماله ونفسه في سبيل الله لتعلو كلمة الله وتكون هي العليا سيقف عند باب الجنة إذا كان عليه دين، لأنه هذه حقوق الناس. ولن يدخل الجنة حتى يسدد دينه. كيف يسدد دينه؟ بالحسنات والسيئات، إما أن يعطى من سيئات الرجل أو يعطي هو من حسناته إلى الرجل. يعني هذه هي المقاضاة يوم القيامة، هذه التجارة. فلا تستهينوا بالدين فإن أمره عظيم عظيم، فاتقوا الله، وربي إن شاء الله يرد عليك الدين تاعك ولكل إخواننا. ثم أنا نزيد ندير ملاحظة إخواننا، مش أي واحد تعطيله المال، مش أي واحد تعطيله المال. إذا تعطيه صدقة أعطيه صدقة، لكن مش أي واحد تعطيله باش تبقى تجري موراه، لأنه اليوم هو يبوس لك يدك أنت غدوة تبوس له رجليه وما تديهمش، لأنه الناس صارت لا تخشى الله عز وجل. يعني من باب أولى أنه لا يخشى الناس، وخليك من هذيك تاع راه يروحون تكاتبوا، لأنه هذيك المكاتبة راك حتولي ثاني في مصيبة أكثر، يعني يولي يلعب بك لعب بهذيك الورقة. فاللهم المستعان، اللهم احيي قلوبنا يا رب العالمين، وأحيي ضمائرنا، وإن شاء الله ردوا حقوق الناس، ردوا حقوق الناس. السلام عليكم.